بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي احنا شفناه ده ما يليش النادي الزمالك خالص. يعني الناس اللي فرحانة ان الزمالك كسب، على فكرة والله احنا بيضحك علينا، اقسم بالله اكتر ناس بتدفع الثمن. يعني دلوقتي انت فرحان عشان كسبت النصر 2-1. الماتش ذات نفسه ده اللي فاهم كورة ما يقول لك مفيش حاجة صح يعني في كام كورة وحازم امام جاب جون. ماشي جاب جون، بس تحس ان هو لعيب بلطجي في الملعب. بصيته بلطجي. ماشي، واللي هو بيعمله ده بلطجي. والله يعني تحس ان هو ايه ده. هو ماشي جاب جون، هو عارف المشكلة فينا ايه؟ اللي بيجيب جون ده بنقعد نشكر فيه فاهم، بس بيبقى ليه اخطاء، والله هو بشر بيخطئ. بس ايه، تحس ان هو مدي على احمد يلعب دماغك شويه كده. والله العظيم ايه ده. مش كده. وعلى فكرة نادي النصر جالهم فرص. لو كل الفرص اللي جابوه يعني جيت 5 انفرادات. ماشي 6 فرص يعني مواجهات مباشرة بينه وبين الحارس يقدر يخلص 6، وهناك جون 7، الماتش يخلص 7-2. 7-2. ومفيش إلا هجمة، يقول الزمالك ممكن يكسب 3 جون كمان للزمالك احنا لما بنجيب جون بنموت على الجون. تحس ان ايه ده. مش كده. الفريق اللي بيلعب واللي بيديره يعني منظومة ناجحة بيقدر اللي هو يعني مش عارف والله العظيم الكلام عاجز عندك المنظومة. تحس الفريق مش يعني ايه، مش يعني في اللعيبة بتعمل أخطاء كتيرة قوي أو والدفاع اتضرب 30 هو ده دفاع نادي الزمالك؟ يعني ده دفاع نادي الزمالك؟ ده احنا بنلعب النصر اللي الفتح كسبتها 4-0. مش عارف أقول إيه. والله العظيم 3 ما عارف أقول إيه. بس مش عارف والله. لازم أول حاجة عشان النادي ينجح الاستقرار الإداري، وبعد كده الاستقرار الفني. يعني ده مش دفاع الزمالك. يعني ده مش دفاع الزمالك خالص. أخطاء كتيرة. في ضرب كتير واعتراضات على الحكم كتير. اي نعم هو حكم سيء جدا، حكم سيء قوي. بس يعني لو ممكن انت، ما هو نفس انت كل ماتش اعتراضات على الحكم، كل ماتش في اعتراضات كتير على الحكم. في ضغط يعني في ضغط ايه بقى؟ ضغط نفسي. في لعيبه بتلعب يعني كذا. محمود الونش، اصابه محمود الونش ديت اللعيب مديها له، بص ازاي مديها له اللي هو اصابه وش. انا عارف والله قبل ما تروح له اللي هي محمود الونش هيتأذي فيها، لان محمود الونش متهور. يعني ايه ده؟ طب ما تديله في رجله يا عم، ايه ده؟ ده بيديله الكرة تحس اللي فيه كيس رمل في رجله، ايه ده؟ لا لا لا. الناس اللي على فكرة والله هو ده اللي مبوظ لازم نقف وقفة. اللي احنا زملكاوية ده مش اداء نادي الزمالك. انت كسبت ماتش، بس احنا بنعشم نفسنا كل ماتش. كل ماتش بنعشم نفسنا واداء زبالة. طبعا كابتن طارق يحيى لسه ماسك الفريق، هيقول لك اصلا آه هيقول لك طب وكان في برضه الناس عايز شفنا حاجه جديده في الفريق. بس ده مش جديد اصلا. انت متعادل بالعقل كده، متعادل مع الفتح 2-2. الفتح لعبت النصر كسبتها 4-0. هنا عارف القمه ليه بقى؟ لان مش عشان النتيجه ولا حاجه. الدفاع بتاعنا اتضرب من هجوم النصر. طب ما هو كان ممكن يعني كان ممكن يجيب جون مثلا، ما شفناهوش خالص. بس ايه ده. بيكون النصر طبعا اللعيب البرازيلي بريرا ده جامد جدا. بس مش كده برضو، احنا برضو دفاع نادي الزمالك، احنا ما بنلعبش اتلتيكو مدريد. ده هي النصر يعني. آه مش عارف اقول لكم ايه والله. بطلوا تطلعوا في الاعلام بقى، كفايه بقى. زهقنا بقى. مرتضى منصور كل شويه يطلع يشتم في رموز النادي. والله العظيم 3 ده ما رئيس نادي يليق بنادي الزمالك ولا بنادي الشرقيه، حتى مع احترامي لجمهور الشرقيه ونادي الشرقيه. والله ايه ده. عيب بقى. عيب. عيب تغلط في رموز النادي اللي جزمهم برقبتك. انت مين يعني؟ مش عارف والله. جزمهم بدماغك بدماغ كل اللي معاك في الإدارة اللي بيطبلوا لك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرتضى. هيجي يوم وهتقع يا مرتضى. هيجي يوم وهتقع. مش عارف الرئيس السيسي سايبه ليه. بيطلع يشتم في ده ويطلع يشتم في ده ويطلع يشتم في ده. ده مش عارف والله العظيم 3. مش عارف. مش عارف. مش هقدر اقول لكم حاجة. يا رب بس الفريق يرجع زي ما كان عندنا ماتش جامد جدا مع المصري يوم 9 أغسطس.
يا رب. طبعا المصري جايب لعيبه تقال، وحتى لو مش جايب لعيبه تقال بيلعب علينا يعني. مش طبعا نادي المصري نادي كبير، ومعاه كابتن حسام حسن مدرب كبير وعنده خبرات. يلا ربنا يوفقنا يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.